معلومة مهمة جدا عن البارفان ما كنتش اعرفها، وبسبب ان انا ما كنتش اعرفها برفانات كتير بمبالغ كبيرة قوي باظت مني. وهي الطريقة اللي انا بشيل بيها البارفان. البارفان ملوش تاريخ صلاحية، يعني ممكن يقعد معاكي سنين طويلة ما يبوظش ولا تتغير ريحته، ولكن البارفان بيبوظ او بتتغير ريحته عشان انتي مخزناه غلط. البرفان لما بيجي يتخزن لا يتعرض لضوء ولا يتعرض لحرارة ولا لرطوبة ولا المكان بارد. يعني ما ينفعش تحطيه في التلاجة، ما ينفعش تحطيه مثلا في التويلت على الارفف كده بتاعت المراية زي ما بنشوف. ما ينفعش تسيبيه في العربية لانه ممكن يتعرض للحرارة والضوء برضو. امال انا هحطه ازاي او هشيله ازاي؟ البرفان يتشيل في علبته زي ما هو، يعني بتطلعي بتستخدميه وبعد كده بترجعيه في علبته وبتحطيه يا جوه دولابك يا في درج تسريحة، درج بوفيه، اي درج، المهم مكان مقفول ويكون ضلمه ما بيتعرضش للضوء. وبكده البرفان هيقعد معاكي سنين طويله من غير ما يبوظ ولا تتغير ريحته.